اغلب الناس دلوقتي بنبص لعيوب بعض، بنبص ده هيغلط امتى، ده وراه ايه، ده جايب ايه، ده بيعمل ايه، ده بيسوي ايه. الناس دي ما بتفتش ورا نفسها، هي عايزه تبص عن بنظره الناس اللي قدامها. ده عامل ايه، ايه المشاكل اللي عند ده، ايه البلاوي اللي عند ده، ايه ده ايه ده، وما بتبص ورا نفسها. رساله بسيطه لازم كل واحد يفهمها، لازم كل واحد يشوف الفيديو ده ويفكر فيه ويشوف ايه المشاكل دي بالظبط. رساله للي كل واحد بيفتش ورا صاحبه، ورا حبيبه، ورا خاله، ورا امه، ورا اي حد قدامه، ورا جاره، وبتبص لعيوب الاخرون وعمرك ما بصيت لنفسك. عايزك تبص قدام المرايه كده وتركز وتبص كده قوي، ومساحه المرايه ونضارتك او اي حاجه بتبص فيها هتلاقي المشكله عندك انت اللي مليان عيوب، مليان قرف ونكد وزهق وخنقه وضيقه وحاجات كتير قوي، ومخنوق من نفسك ومش طايق نفسك. شفت بقى، ما انت شلت بقى الغامه اللي على وشك بقى. صدق بقى، لولا ستر ربنا عليك ما كانش اساسا حتى عبرك ولا بصلك ولا رمى السلام عليك كمان. ما كانش حد اساسا عدى من قدامك كده ولا بص في وشك. بطل تبص لعيوب غيرك، بطل تفكر في المشاكل اللي قدام، بطل تفكر ده هيعمل ايه، ده هيسوي ايه. ما تبصش في شنط اللي رايحه واللي جاي، ما تبصش على ده ولا ده ولا ده. فكر في نفسك. ايه المشكله لما اخلي نفسي بنفسي؟ هتتضايق؟ هتتخنق؟ خليك في نفسك، انت اساسا مليان اخطاء وعيوب. ما تبصش للناس، وللاسف انت عشان ما بتبصش كويس في المرايه او ما بتنضفش مرايتك مش شايف نفسك كويس ولا شايف عيوبك كويس. بشوف ناس كتير قوي بتتكلم على فلان ده، فلان عمل، فلان سوى، وي 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 وحاجات كتير قوي، وينموا على ده وينموا على ده. ايه ده يالا، الواد ده سايب مراته سايب في السايب، ده بتخرج، ده بتعمل، ده بتسوي، ده الحق، ده الست دي هتعمل كرنب النهارده. لا يا جدع، ده ملوخيه بالقرنبيط. ايه اللخبطه وقله الادب وايه ده والسفاله دي؟ لا 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 لا، الست دي بتخرج ما تقولش لجوزها. لا لا، ده الراجل ده بيمشي ورا الوليه دي. لا لا، ده الراجل ده متجوز على مراته. ليه الكلام ده كله؟ ليه ده بيتخانقوا، ده بيعملوا، ده كل يوم يتخانقوا، ده كل يوم بيعمل. ليه الكلام ده كله يا جماعه؟ ايه الحياله؟ البت دي اتطلقت من البت، ايه الحياله؟ البت دي اتطلقت من اسبوعين ثلاثه يا، ولا الراجل ده يا خبر ابيض ده هيتجوز على مراته. يا خبر، ازاي هي ساكته على كده؟ ازاي؟ طب هينفع؟ طب هي، طب بقول لك ايه، تعالى نروح على الناصيه بقى عشان نشوف الموضوع. طب بص، ارمي ودنك بقى عشان نشوف بقول لك حاجه، تعالى نروح معاهم عشان ليه اصل بنت فلان دي ما نجحتش، اصل الواد فلان جاب كحك وبسكويت. يا جماعه احنا مالنا، احنا مال ابونا. خلي كل واحد في نفسه، خلي كل واحد يمشي جنب الحيط. قول يا حيطه داريني. ما فيش دلوقتي حد يتكلم على حد، الدنيا كلها عايزه شغل، عايزه فلوس، عايزه حاجات كتير قوي. اسمع مني، الكلام على الفاضي والمليان والكلام الفارغ ده ما بيجيبش فلوس، صدقوني والله. اللي هيجيب فلوس شغلك، ايدك، عقلك. ما تفكرش في اللي بره. مش هو ده اللي بيحصل في مجتمعنا؟ صح ولا لا؟ مش هو ده لما كل واحده تقعد على الباب وتبص في الراحه واللي جايه كده؟ اكتبوا التعليقات، قولوا رايكم عادي بكل صراحه. ايه اللي احنا بقينا فيه ده يا جماعه؟ للاسف على كل المجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ليه بيحصل فيه كده؟ اسف لكل الناس ولكل العرب. لما يكون في ناس بتفكر في الطريقه دي، ولسه في ناس بتقعد بتنام باليوم والثلاثه والعشره واللي ما بيسيبش بني ادم اساسا، ولسه في ناس ما بتبصش لعيوب نفسها. زي ما بتتكلم على جارك وقريبك واللي قدام واللي رايح واللي جاي، بص جواك. ما انت كمان جاره وصاحب وليك بيت وست وعيال. زي ما انت بتتكلم عليهم هم اكيد بيتكلموا عليك وبنفس الطريقه. شوفوا عيوبكم واخطائكم، ما ممكن يكون كمان متداريه. ممكن يكون في ناس كتير بتتكلم على البنات اللي عندك دول. ما انت مش عارف اللي بيخرج ويتاخر، انت مش عارف هم بيعمل ايه، بيجيب الجنيه ازاي، بيخرج يشتغل ازاي، وانت اساسا مش شايف الحاجه دي. انت لازم تبص على نفسك وركز في نفسك، ما تركزش على اللي بره. وبص لبيتك وعيالك. زي ما انت بتتكلم على اللي بره، في ناس تانية بتتكلم على اللي جوه. مش لازم كل تركيزك مع الناس اللي بره. طب انا عايز افهم حاجه، هو مين هيشوف اخطائك ولا اخطاء اهل بيتك؟ ومنين انت تعرف عيوبك؟ المشكله دلوقتي في العرب كله وفي ايامنا البتنجان دي، ودي حصلت فعلا قدامي والله. وبلاقي النسوان والحريم قاعده كده على الباب كده وعماله بتبص على الرايح واللي جاي، ودي يا اخويا وتبص في دي وبتبص في دي، صدقني والله. وتنم وتتكلم وترغي وهي كلها عيوب، وتنم في دي وتتكلم في ظهر دي، ودي لما تقعد معاها تقوم تقول لها انت 60 و70. صح ولا لا؟ مش هو ده اللي بيحصل في معاها؟ صح ولا غلط؟ حاجات كتير قرف. الواحد اتخنق يا جماعه. واحد بيتكلم على بنت جاره اللي بتخرج وترجع متاخره. يا عم انت مالك انت؟ ما تخليك في حالك. ايه المشكله يا عم؟ انت مالك؟ هتكلمني اكسر التليفون؟ انت مالك؟ ما تخليك في حالك انت، خليك في عيوبك. وتقول لي مش مؤدبه ولا مش مؤدبه؟ ما انت بتتكلم وبتنم برضك. محترمه لنفسها، قليله ادب لنفسها، انت مالك؟ وتقول بتعرف شباب وحاجات يا عم انت مالك؟ وتفضل تقطع في فروتها. يا جدع انت مالك؟ وتقطع في سيره اهلها. يا جدع انت مالك؟ وامها وابوها واللي تعبوا فيها. يا جدع انت مالك؟ ليه البنت تطلع تشتغل عشان اهلها
ويكون والدها عنده مرض ولا امها عندها مرض ولا حاجه، او بتساعدهم مثلا، وانت تقعد على الباب كده تنم، او انت تقعدي على الباب كده تنمي؟ ليه نزن في نفسنا؟ ليه نشيل غلط؟ ليه نشيل وزر الناس؟ يا ريت كل واحد يخلي باله من نفسه، ويخلي باله من عيوب بيته او مشاكل بيته، ملهوش دعوه بمشاكل الناس، ولا دي خرجت ولا دي عملت ولا دي سوت ولا دي ولا دي ولا دي. احلى مسا عليكم.